عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. نخش في الموضوع على طول. الراجل ده صعبان عليا فعلا. ليفربول يبقى خسران في مباراة نيوكاسل، يرجع يسجل هدفين ويصنع هدف ويخليهم يتقدموا في النتيجة، فتيجي الدقيقة 90 نيوكاسل يحط التعادل ويروح مجهوده على الفاضي. ليفربول يبقى خسران النهارده امام ايفرتون، يرجع يصنع هدف ويسجل هدف ويخليهم يتقدموا، فتيجي الدقيقة 98 ايفرتون يحط التعادل ويروح كل اللي عمله. صلاح في مباريات خارج الارض زي نيوكاسل وايفرتون وبورنموث وساوثهامبتون جاب لليفربول 8 نقاط بحالهم، وكان ممكن يبقوا 12 لو استحملوا دفاعيا للاخر. خلينا ابهرك واقول لك ان صلاح النهارده اصبح اكتر لاعب في تاريخ البريميوم ليج ساهم باهداف خارج الارض في موسم واحد ب 23 هدف. مستوعب الرقم ده؟ بره الارض بس الراجل ده ساهم ب 46 هدف الموسم ده في 35 مباراه، ساهم في البريميوم ليج ب 36 هدف، اللي بعده ايزاك ب 22 هدف. صلاح لاغي فكره المنافسه اصلا. اللي مش قادر استوعبه بقى يعني ايه صلاح مساهم ب 36 هدف من اصل 58 هدف سجلهم ليفربول في الدوري. يعني ايه ليفربول لو كسبوا الدوري هيبقى دوري محمد صلاح من الاخر. الموسم خيالي صراحه، مش ناقصه غير بالون دور تبقى في ايد محمد صلاح. خلينا بس نتفق على حاجه، سكواد ليفربول السنه دي فعلا ما ياخدش دوري، ولا هو سكواد نفس طويل، وفي نواقص فعلا سواء في مراكز معينه او كجودة أسماء. أصلا ليفربول متصدر بفرق 7 نقاط بسبب حاجتين. أول حاجة أرن سلوت عمل شوية توازن خلوه في الحتة دي. تاني حاجة السبب التاني هو صلاح الآلة التهديفية اللي بدونها ليفربول ما يجيش الموسم أصلا. صلاح مش بس بيسجل، فكرة إنه صانع ألعاب الفريق دي كبيرة فعلا، وبيصنع بطرق مختلفة من التلت الأخير، عرضيات مقوسة، عرضيات بوجه القدم، تمريرات بينية. صلاح صنع 14 هدف الموسم ده في البريميوم ليج، وده أعلى موسم صنع فيه أهداف في الدوري. طبعا وقوع مستوى السيتي فارق في المعادله، لان السيتي كسكواد اعلى واكثر تكاملا من ارسنال وليفربول بدون اصابات. طبعا ليفربول بيلعب من غير مهاجم، بيلعب من غير باك شمال، طبعا روبو ما جاش الموسم، بيلعب من غير وسط ملعب ابداعي بيشارك ماك أليستر لاعب بين الخطوط مميز في المساحات الضيقه وبيبقى عنده ابداع في صناعه اللعب، والرابط طبعا بيلعب من غير مدافعين بدلاء اصلا. عشان كده فورمه صلاح السنه دي فارقه فعلا مع الفريق في اخر مرحله للعب اللي هي الثلث الاخير، مرحله الاختراق والانهاء وصناعه وصناعه الفرص. صلاح يعتبر يعني ماستر كلاس الموسم ده. كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح انه يستمر في هذا العطاء والابداع، وباذن الله نشوف امور خير ومفرحه. كل التوفيق باذن الله. سلام.